سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم باذن الله راح نديرو مع بعضنا كيس بالدجاج. قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا، اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم الوصفات الجديده ان شاء الله. اذا واش نحتاجو في الوصفه تاعنا؟ اولا راح نخدموا لاباط. اذا في لاباط تاعنا واش نحتاجو؟ عندي هنايا 250 غرام تاع فرينه، 125 غرام تاع زبده، هنايا عندي معدنوس مقطع رقيق، وهنايا عندي ملح وفلفل اسود، هنايا عندي حليب بارد وراه معاه بيضه لداخل، صفار تاع بيضه عفوا، حليب بارد وفيه صفار تاع بيضه من داخل. الان واش حنديرو؟ انا راح نستعمل بيترا. بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا يديكم، انا فقط باش نسرع الامور. اذا هنايا في البول تاع البيترا درت الفارينه ودرت المعدنوس مقطع، نزيد ندير الملح والفلفل الاسود وندير الزبده ونحط كلش يتخلط حتى نتحصلوا على خليط يكون رملي. اذا هنايا بعد ما تخلطت الفارينه والمعدنوس والزبده ولا الخليط رملي، كما قلت لكم هنايا عندي فنجان تاع حليب بارد مع صفار تاع بيضه، خلطتهم مليح. راح نبدا نزيدهم تدريجيا او ميم طون. البيترا تاعي راه يخلط وانا نزيد تدريجيا حتى تتلم لاباط نتاعي. اذا هاي تلمت لاباط تاعي، ها هي لاباط تاعي تلمت. الان راح ندخلها للثلاجه مده نصف ساعه حتى تريح، ونرجع لكم. في هذه الاثناء راح نخدموا الحشو. راح ناخذ الدجاج نقطعه مكعبات صغيره، ندير له شويه ملح، فلفل اسود، شويه كركم، يعني داويوه كما حبيتو، وقليوه في شويه تاع زبده. اذا هنا بعد ما ريحت العجينه 20 دقيقه في الثلاجه، راح نرش الفرينه فوق سطح الاستعمال تاعي ونطرحها. لاباط تاعي لويتها في الرولو وجبت بلاطو دائري، راح نفتح عليه غير بالعقل. نبدا نقد لاباط تاعي في البلاطو، نحيو الزوائد نحطوهم في البلايص تلقاوهم فارغين من لاباط، مثلا هادي هكا. بهذا الشكل. والعجينه اللي تبقى لكم اذا بقات لكم ديروها في ديمول صغار. نجيب فرشيطه ونثقب لاباط نتاعي كامله. هنايا كما راكم تشوفوا جبت ورق تاع طبخ، راح نحط عليه حبوب، اي يعني حبوب اللي عندكم متوفره، حمص او لوبيا، واذا عندكم يعني الحجر هذاك تاع البحر تاع الشط صغير هذاك
راح يكون احسن. وهكذا ما تخسروش الحبوب تاعكم. اذا نحط هذه الحبوب باش الدور تاعها باش لاباط ما تتنفخ لكمش. اذا هكذا. اذا بعد ما حطينا الحبوب راح ندخلها طيب في الفرن على 180 درجه، طيب نص طياب هكذا. كي تخرج راح نعمروها باللحشو، نخرجوها من الفوق. الان راح نروحوا للحشو مباشره. اذا هنايا في الحشو كما راكم تشوفوا درت دجاج كما قلت لكم في شويه زبده، قليته شويه، درت فلفل حلو تاني شوحته في شويه زبده تاني، درت كميه من الجبن المبشور وكميه من الجبن الطري مقطع مكعبات. هنايا عندي نص كاس تاع كريم ليكيد مع بيضه، وتقدروا ديروا حليب، يعني تقدروا ما ديروش تاع كريم ليكيد تعوضوها بالحليب. انا هنايا حبيت ندير غير شويه فقط لحشو لاني حابه لاكوش تاع لحشو تكون رقيقه شويه، مانيش حابتها تجي خشينه يعني تقهم. وانتم ديروا كيما حبيتوا الكميه. اذا درت ثاني المعدنوس، وهنا ندير رشه خفيفه تاع فلفل اسود لانه تقريبا كلش مالح، ونخلط كلش مع بعضها. اذا ها هي لاباط بعد ما طابت راح نفرغ فيها الحشو. نصيحه فقط نتوما طيبوها كتر من هك، انا كنت مزروبه فقط، نتوما طيبوها كتر من هك، خمروها. اذا هنايا نوزع مليح الحشو تاعي، ومن بعد ندخلها للفور تكمل الطيب مليح حتى يتحمر الحشو تاعكم مليح. كما قلت لكم انا فقط لاني كنت مزروبه. حمروه مليح مليح، والحشو تاعكم تاني طيبوه مليح حتى يتحمر يعني كامل. من بعد نخرجوه نديروا عليه الجبن، اي نوع شيدار او جبن احمر اللي متوفر عندكم. نحاولكم بعد ما طاب البيض وتماسك. الان راح نزيد الجبن المبشور على الوجه ونرجعوه للفرن جست ما يذوب، ونعاود نخرجو ونقسمو معكم ان شاء الله. اذا ها هو بعد ما خرجته من الفوق راح نقسمه فقط قدامكم. اذا ضروري جدا مرحله يعني طيبوا لاباط هي الاولى، طيبوها الساعه مليح لانه من بعد راح تتبلل، يعني راح تسرد بالحشو تاعكم. اذا نقسمها لكم. نتوما اذا حبيتوا ديروا الحشو اكثر من هك لكم الاختيار. اذا انا حبيت تكون لاكوش شويه صغيره باش ما يعني ما كما نقول احنا ما تكهمش. اذا ها هي هنا الحشو يعني كما حبيتوا. الوصفه هذه تجي بنينه. اذا ها هي ننصحكم تجربوها. اذا عجبتكم ديروا لي جيم في لا فيديو، اشتركوا في قناتي باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. وما تنساوش تلتحقوا بمجموعتي في الفيسبوك غسالة سارة كويزينسكي. نلتقي اذا في وصفات اخرى ومتنوعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.